السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكوا وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا يا أجمل وأحلى متابعين نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان بقى يوصلكوا أي حلقة جديدة أنا بنزلها من عشق بين الكبرياء أو غيره. وعايزة أقول إن الرواية هانت خلاص، قربت تخلص، ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع آسيا وجسر وباقي أبطال روايتنا. يلا بينا. بقول لكم يا بنات، في ايه؟ في ايه يا ولية انتي؟ بطلي بقى، ما تلمي نفسك يا ماريا. اعملي يعني برستيج ليا، ده انا معايا موبايل ومظبطاكوا يعني. في ايه يا بنت مالك؟ قولي بقى يا اسمك ايه انتي؟ في رقم غريب بيرن عليكم. رقم غريب؟ بسرعة البنات اتلموا وخدت منها الموبايل. يلا يا أسيل يلا. ألو، مين؟ ألو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنا البنات بدأوا ان هم يتنططوا من الفرح. ياه، أخيرا لقيناكي. في ايه؟ أنا كنا بندور على رقمك يا بعيدة. فينك يا حبيبتي؟ رحتي فين كل ده؟ حكيت لهم على كل اللي حصل. أيوة بقى يا ست الرومانسية انتي، مبروك عليكي يا ولية الرومانسية. والله زعلانة. أنا كان نفسي أفضل في الجامعة أكتر وأبقى متعلمة. معلش معلش يا أسي، أنا جسر مش هيسيبك على فكرة، خليكي واثقة فيه، والله واثقة فيه. طيب يا حبيبتي خلاص، عايزة ايه تاني؟ لا أنا مش عايزة حاجة. طيب بس انتي وحشتيني قوي، عايزة نتقابل في أقرب وقت. مم. بس خلاص بقى هانت، المرة الجاية هكون خلصت جامعة. وياه. ماشي يا ستي، مبروك عليكي. ورجعت تاني كشرت بحزن. ماريا راحت قالت في ايه في ايه، انت زعلتي ولا ايه يا بت؟ لا ما زعلتش، انا عايزه انام. لا، عشاني مش فاهمه حركات البنات دي. هاتي هاتي. ايه يا بت بتشدي مني الموبايل كده؟ معلش. قالوا يا اسيل، قالوا يا اسي عامله ايه؟ انا كويسه يا اسيل يا حبيبتي، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويسه، يا رب دايما يا قلب انتي. بقولك ايه يا اسيا، انتي كويسه ولا ايه؟ لا انا كويسه طبعا، ما انا حكيت لكم على كل اللي حصل. ماشي، بس عايزه اطمن عليكي. ماشي يا قلبي، اديكي اطمنتي اهو. وانتي ازيك وازاي باباكي؟ عمل معاكي ايه؟ والله لحد دلوقتي ما سألش عليا خالص والله. معلش، ان شاء الله ربنا يهديه بقى ويتغير كده معاكي. يا رب، يا رب والنبي يا أسيل. يا أسيل مالك كده أسيل كل شوية، ولا انت عاجبك اسمك؟ كان آدم قاعد وكان واقف وهو بيبص لها ومعجب جدا بملامحها وبيبص لها بكل عش. بعد كده فضل يصحي فيها. عايز مني ايه بقى يا آدم انت؟ انا جعان، جعان عايز اكل. نعم، عاوز تاكل؟ طيب لما اصحى اعمل لك اكل. يا بنت انا جعان. فضل يصحي فيها كتير لكن هي كانت مصممة على النوم. طيب اعرفي بقى ان انت اللي جبتيه لنفسك، وانا مش هعمل نفسي اكل من غيرك. ومسكها وشالها وحطها على كتافه، ان هي كانت بصله بعصبية. اوعى. وفضلت تخبطه، وهو اما عنه هو فوداه على الحمام. وبعد كده حط راسها تحت الحنفية، لكن مرة واحدة وقعت من ايده وراحت. قالت له يوه شفت عملت فيا ايه؟ معلش معلش. بقولك ايه، انا مش محضره لاي حد اكل. بقولك ايه، لا يا ماما انا مجنون. مجنون؟ مجنون على نفسك بقى. راح هنا شالها
على كتفه تاني. هو بيقول لها انا بقى هوريك الجنون، وشالها ووداها على المطبخ. اما عنها هي فراحت كلت وقعدت تعض فيه لحد ما هو سابها. وبعد كده هي راحت جريت ومسكت الكوباية وهي بتقوله بقولك ايه، قرب مني بقى وانا هحدفها في وشك، انا مجنونة، ابعد عني بقى. مسك الكوباية الازاز برضه وراح قال لها طب والله يلا بينا، انا ما عنديش اي مانع، وراكي وراكي. لا بقى دي انت مستفزة على كده. امم راحت مسكت الكوباية بعصبية ورمتها في الارض. الكوباية اتكسرت. ان هو بصلها بعصبية وقال لها طب والله عندي بعند، ومسك الكوباية ورماها في الارض واتكسرت. اما عنها هي فبدأت ان هي تجري ودخلت على الحمام. هنا هو دخل عليها الحمام وفضل ان هو يخبط على الباب. هنا هي راحت قالت له بقول لك ايه، ابعد عني. لا يلا يا بت، ابعد. طب والله. والله. مرة واحدة فتح الباب جامد جدا. هنا هي وقفت بصدمة وشافته قدامها.